اصلا، كيف تبغاني احلف بها؟ هذه الكلمة حركت عند خديجة امر كان بالنسبة لها شيء مهم. قالت يا ميسرة نادي لي محمد. يوم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالت خديجة يا محمد الان انا جربتك، ابغى ارسلك في اكبر تجارة لي، وهذه التجارة كانت في الشام، فارسلته معه بضائع بالنسبة لها خلنا نقول اكبر صفقة تجربها خديجة رضي الله عنها. والان صاحب خبرة، والرسول يتدرج في النجاح وجالس التجار. ابو سفيان كان اذا دخل يروح للشام، ابو سفيان تاجر، ياخذ البضاعة يقعد 6 اسابيع واكثر ما صرف البضاعة. فقالت الميسرة تعال ابغاك ترقب محمد، الحين لا تناظره في التجارة، خلاص حنا عرفنا انه صادق وامين وانه صاحب جهد، ابغاك تناظر لي احوال هالرجال وش عنده. ليش تدرون شو السبب؟ خديجة شافت رؤيا قبل ان يعمل معها النبي صلى الله عليه وسلم، شافت في المنام رؤيا ان القمر او الشمس يدخل في بيتها، وراحت عبرت الرؤيا عند ابن عمها ورقة بن نوفل. فلما قالت لها الكلام قالت ان صحت رؤيتك وصدقت فان نبي اخر الزمان سيكون في بيتك. تقول فكتمت سكت، لاني دريت الان انه بيجيني شخص نبي اخر الزمان سيكون لي في ارتباط، لكن ما ادري هو ارتباط تجاري، هو ارتباط جيرة، هو ارتباط عمل. تقول فكنت اشعر ان النبي هو هذا الرجل محمد، لكنها ما علمت. ثم ارسلت ميسرة يتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم، وهو يتابعه في الطريق. لما رجع قال لها يا خديجة رأيت من محمد أعجب مما رأيت في الرحلات الأولى. قالت وش رأيت؟ قال رأيت 3 أشياء. الشيء الأول منذ أن خرجنا من هنا من مكة لين وصلنا الشام فيه سحابة غيم فوق محمد تمشي لين وصلنا ولين رجعنا في الشمس تظلله. وقلت بختبره، يقول انا قلت يمكن هالسحابة ما هي بله، شلون بيختبره؟ جاء ميسر للرسول قال يا محمد تسابقني؟ بتسابق انا وياك. يقول بشوف، يقول وانا اركض وناظر، يقول السحابة تروح فوق معه حتى هو يركض، اذا ركض اسرعت السحابة تظلل النبي صلى الله عليه وسلم. الان خديجة جالسة تركب الموضوع على الرؤيا. قالت له وبعد وش شفت؟ قال ورأيته كلما جلس في مكان فيه شمس جاءته الشجرة تكون صغيرة فتأتي فوقه تظلله حتى يأتيه الظل على جسده كله، يعني مظلة بدون ريموت، ثم إذا قام رجعت الشجرة مكانها. قال طيب وش الأمر الثالث؟ قال رأيته راهب بحيرة الراهب لما جاء يبتاع معه من اليهود يبيع ويشتري، فوقف ونظر في وجهه ونادى ميسرة قال تعال من هالرجال أول مرة نشوفه؟ قال هذا من قريش.